السلام عليكم في مطبخ منال للطبخ والحلويات. إذا حبيتوا يوصلكم الوصفات ما عليكم إلا الاشتراك بالقناة. سلام سلام حباباتي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم، صحة فطوركم، جيتكم مرحبا بكم في مطبخ منال للطبخ والتدابير المنزلية. إن شاء الله نكون في حسن ظنكم. هذه مرة جبت لكم وصفة جديدة لطاولة رمضان لليوم الثالث. نبداو على بركة الله. خرشف، نحكموا الخرشف تاعنا شهاوه في الدار. قالوا لي ديري لنا خرشف، قلت لهم ما يكون غير خاطركم دوك اليوم ندير لكم طبق الخرشف. حكمت الخرشف تاعي كما راكم تشوفوا، راني نقطع فيه. نحيت له هذوك الخيوط تاعو هكذا، نقطعو ونحي له ذوك الخيوط. من بعد ما نكمل التقطاع تاعو كما راكم تشوفوا هكذا، نديه ذوكا نغسلوه مليح مليح هكذا. بعد ما نغسلو مليح مليح نديرو هكذا. بعد ما غسلتو درتو في قدرة، درتلو الماء، نديرلو نصف حبة قارص باه يشد الخضورية تاعو ما يكحالش، ونديرو فوق النار ونخليه يغلي. بعد ما غلى هذاك الخرشف كثرته في كسكاس وجبت معاه حميصة، وعندي صدر تاع دجاج كما راكم تشوفوا. دوك نديرو في الاشوار ونرحيه هكذا. نخليهم من جهة اخرى. نحكم بعد ما رحيت هذاك بولي اشي راكم تشوفوا فيه، درتو في جهة هكذا ونحطو على جهة. من بعد نوريكم طريقة الاستعمال تاعو. شوفوا كيف هو رانا راح نستعملوه هكذا، ونخلوه على جهة. ومن جهة اخرى نحكم لاكوكوت تاعنا، درت فيها مرسو تاع دجاج كما راكم تشوفوا، حبة بصلة قطعتها ونديرهم يتقلاو فوق النار. نزيد له شويه فلفل اسود، فلفل اكحل، شويه زنجبيل هكذا، وشويه كركم. نحركو شويه ملح، ونقلي هذاك المرسو تاع الدجاج مع البصله. بعد ما يتقلى نزيدو له هذيك الحميصه، نزيدو معاهم هذاك الخرشف هكا، هذاك الخرشف ونقلوه. ومن بعد نمرقو، نغلقو عليها ونخلوها تطيب في غرضها. بعد ما مرقت نخليها تطيب في غرضها. ومن جهه اخرى حبيباتي نروح نشوفوا هذاك بولي اشي واش ندير به هكذا. نفرغو في حاجه هك تكون كبيره، نزيد له شويه قزبر هكا، ونزيد له شويه زنجبيل، نزيد له شويه فلفل اكحل، شويه ليزيبيس تاع الدجاج، هذو ليزيبيس تاع الدجاج، وشويه فلفل اكحل وشويه ملح هكذا. هكا شويه شابلو خبز يابس، حتى ملاقتين، حبه بيض هكذا. نحطهم كاع دوك المكونات مع بعضهم، ننسى شويه ملح هكذا، ونخلطوا هذوك المكونات مع بعضهم مع هذيك بولي اشي كل شيء ليزيبيس حبه البيض، خليهم ينسجموا مع صدر الدجاج هذاك. خلطوا مليح مليح مليح، دخلي المكونات في بعضهم. من بعد بعد ما نكمل
نقبض نصنع من هذاك، نصنع حربوش تاع الدجاج كما راكم تشوفيه هكذا بهذه الطريقة. نصنعو حرابيش ونحطو على جهة هكا حتى نكمل كامل هذاك الدجاج يعني ريحيته. والطبق طبق الخرشف جابني بزاف كلاوه، عجبهم بزاف. هاني كملت دوكا من بعد ما نشوف هذاك الخرشف تاعي، شوفوا راه قريب يوجد، ما بقالوش بزاف. نحط هذاك حرابيش تاع الدجاج هذوك اللي صنعتهم، ونحطهم من الفوق ونغلق عليه ونشوفوا ذوق في صحن التقديم. وكيفاش جا الطبق تاعنا، جاي شهي بزاف جا بنين. شهيتكم في الجنة، وصيامكم يا ربي يتقبل صيامكم ان شاء الله يا رب. ما تنساوش حباباتي، لأول مرة تدخل القناة ما عليكم إلا الاشتراك، جمجمونا، خلونا تعليقات. باي، في وصفة أخرى في يوم جديد إن شاء الله من وصفات شهر رمضان الكريم.